لو حد يا أصحابي وإحنا ماشيين في الشارع قال لنا خد الحاجة الحلوة دي، هنعمل إيه؟ أخدها ولا أقوله إيه يا ترى؟ كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نقول إيه يا أصحابي؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. صح، برافو عليكم. كان في بنوتة جميلة اسمها فريدة، كانت رايحة النادي مع ماما ليلو، وهي ماشية في الطريق شافت راجل غريب عمال يا أصحابي يبتسم كده، والابتسامة على وشه يعني تدل إن هو لطيف. وراح قال لفريدة تاخدي يا جميلة الشوكولاتة دي. فريدة بصت له كده بلطف وقالت له شكرا يا عمو، أصل ماما قالت لي ما خدش حاجة من حد معرفوش. ماما ليلو كانت وراها على طول، شافت الموقف وجريت بسرعة وقالت لها برافو عليكي يا فريدة، هي دي البنوتة الشجاعة اللي بتسمع كلام ماما ليلو. وبعدين يا أصحابي ماما ليلو شرحت لفريدة وهي ماسكة ايديها وهما بيتمشوا، بصي يا فريدة يا حبيبتي، مش كل الناس طيبين زي ما احنا بنشوفهم، علشان كده اوعي يا فريدة اي حد يديلك حاجة الا بابا وماما وبس، وحتى لو شكلهم حلو او لطيف او حتى قالولنا كلام جميل. فريدة فهمت الدرس يا أصحابي وقالت لماما ليلو أنا فهمت يا ماما ليلو، لو أي حد قالي خدي حاجة هقوله شكرا ومش هاخدها. ماما ليلو قالت لها برافو عليكي يا فريدة، ولو حد نعرفه قوي احنا ممكن نروح لماما نسألها الأول، لو وافقت تمام، ولو حد غصب علينا ان احنا لازم ناخد وقعد يحلف وخلاص مش قادرين نتصرف، ممكن ناخد الحاجة ونحطها في شنطتنا لحد ما نروح لماما. ممنوع نهائي يا أصحابي ناكل أي حاجة برا البيت بدون علم بابا وماما. يعني يا أصحابي دلوقتي أي حد يقول لكم خدوا الحاجة دي حتى لو كان نفسكم فيها أو تاخدوها، روح لبابا أو لماما قول لهم أنا نفسي في الحاجة دي وهما مش هيتأخروا عنكم أبدا. وقبل ما أقول لكم تصبحوا على خير ما تنسوش تسمعوا حدوتة ماما ليلو، ولو عايزين تكونوا بطل أو بطلة للحدوتة اللي جاية اكتبولي اسمكم في التعليقات.